هناخد الكلمات في الوحدة بالنسبة للوحدة الس 5 و6 بالنسبة لصف 11 ترم تاني. طيب عندنا الكلمة الأولى entrepreneurship اللي هي ريادة الأعمال، خدناها قبل كده. طيب عندنا innovation ابتكار، priority أولوية، prototype نموذج، concept مفهوم، manufacturing اللي هو التصنيع، 3D printing اللي هي الطبعة 3D. بعديها عندنا concept manufacturing، 3D printing، investment اللي هو الاستثمار. تمام. بعديها save investment، بعديها save، بعديها food concept، بعديها successful technology formal register اسلوب رسمي يعني بعديها research team فريق البحث، scale مقياس يعني measure مقياس matrix مقياس بيمشي عليه الناس، legend اللي هو مفتاح الخريطة اللي هو ماب كي، عفوا. عندنا كونتر لاينز اللي هي خطوط الارتفاع، ديزاين تصميم، ديفلوبد يعني مطور. طيب. ابدأ كده بالكلمات. اتفضل يا ياسين، يا يوسف آسف. تمام. مم. entrepreneurship اه تمام. innovation uh, مم. innovation verti- priority. bir- bir- priority مم. بعديها prototype نموذج. prototype تمام. uh, concept. concept مم. uh, manufacturing مم. تمام manufacturing. manufacture manufacturing manufacturing اللي هو التصنيع يعني. manufacturing اوكي تصنيع تمام. مم. 3D printing مم. اتفضل يا يوسف. manufacturing invest 3D printing. 3D printing investment مم. safe مم. ماشي سيف food مظبوط. فود كونسبت مفهوم الطعام يعني. ماشي successful مم. technology ماشي. formal register. formal formal register register ايوه. register ماشي. search team مم. scale scale بس فاصل. على مهلك بعديها legend. اه legend key map key خيط المفاتيح ماشي. مم. آه con contour lines بعدها design آه develop developed اه developed. develop مم. بس كده اخر واحده في developed ماشي. طيب عندنا طبعا في اجزاء من الليسننج للاسف مش موجوده معانا برضو، فدي مشكله. عندنا كلمه يعني بيقول لك what can be proud using 3D. ايه اللي يقدر produced سوري. ايه الاشياء اللي فيها produced، يعني إيه produced ينتجها يعني. طيب ايه الاشياء اللي فيها produced using 3D printing.
هو طبعا ده معتمد على البروبوسال اللي هو بتاع الليسننج يا يوسف. طيب هو هنا كاتب بعض الاجابات: كمبيوتر بارتس، فرنتشر، حاجات اللي تقدر تعملها على 3 دي، يعني في ناس بتعمل حاجات شغل 3 دي زي منها الكمبيوتر بارتس فرنتشر، الاساس بتاع البيت. مش بيقول لك الحاجات دي احنا عاملينها 3 دي؟ هي نفس الكلام كده. اه. شوز، كلوزنج، الاحذيه والملابس، والانتاير اوفيسز، الحاجات اللي هي المكاتب الداخليه بتاع الورك. تمام. طيب عندنا جزء، احنا هنبدا على طول بجزء ما عندناش بس لحد ما نوصل لجزء التراكس اللي هو بتاع الليسننج، بنجيبهم ونعرفهم اكيد طبعا. فاحنا هنبدا على طول بالقاعده اللي موجوده معانا هنا، اللي هي يوز اوف انجلش. خلاص خلينا نبدا بيها. طيب عندنا القاعده اللي موجوده هي قاعده ايه؟ القاعده الفيوتشر، بس الفيوتشر باسيف. يعني ايه الفيوتشر باسيف برضه؟ بس انت شايف كده؟ طيب. هم. الامور بالنسبه لك تمام؟ تمام. طيب في حاجة اسمها المستقبل البسيط، مجهول. مجهول أو الباسيف فويس اللي هو بعتمد فيه على الفعل. يبقى أي حاجة فيها باسيف بعتمد فيها على الإيه؟ على الفعل. إزاي يعني الفعل؟ يعني لما أقول المشروع اتنشأ، عايز أقول آه آه مثلا يعني وليكن، بس في الباسيف العادي لو قلت the car أو the thief stole the car، عايز أقول إيه؟ طبعا السيارة اللص عمل إيه؟ مثلا أهو، خلينا نجيبها كده، ده سيف ستول ذا كار، صح كده؟ ده معلوم، الاكتف معروفه ان مين اللي سرق العربيه؟ اللص، صح؟ طب انا عايز اقول العربيه اتسرقت، يعني انا هركز على مين هنا؟ هركز على الفعل. تمام كده، هركز على مين؟ على الفعل. طيب يبقى هو ليه the car was، بجيب التصريف الثالث للفعل steal stole stolen، يبقى stolen. طيب انا ما يهمنيش اعرف غير الفعل ان السياره سرقت، ممكن اقول باي ذا ثيف، او ممكن ما احطش باي ذا ثيف. طب انا استفدت ايه من الكلام كده؟ انا ركزت فين في الجمله الثانيه، ده الباسيف اللي هي الجمله الثانيه ان السياره سرقت. ماشي. طيب السياره سرقت، غير ان السارق او اللص سرق السياره، معروفه مين. بس ذا كار واز ستولن بركز على الفعل انها سرقت، قتلت، تمام، دمرت. كل ده ايه؟ بركز على الفعل في الباسيف فويس. ده الباسيف فويس عشان بس تبقى عارف عموما الباسيف فويس بيتكلم عن ايه. خلاص. طيب. تمام. طيب هنا بقى عايزين الباسيف فويس فين؟ في المستقبل البسيط اللي هو ويل بي والتصريف الثالث، يعني احداث حصلت في المستقبل، بركز على الحدث نفسه، بركز على الفعل نفسه. الحدث اللي هو الفعل برضه، اي باسيف بركز على مين؟ بركز على الحدث نفسه، الفيرب نفسه، الفعل نفسه. زي ما اقول ايه؟ آه the project، خد بالك بقى، the project will be completed next month. المشروع هيتم الانتهاء منه ايه؟ الشهر القادم. خلينا نشيل العربي ده خالص، نركز على المشروع. طيب. طيب ده ايه؟ ده اسمه الباسيف فويس، المشروع هيتم ايه؟ الشهر القادم. يبقى احنا ركزنا على مين؟ المشروع نفسه. ويل كومبليتد، هيتم الانتهاء منه، ركزنا على الايه؟ الفعل. مين اللي هيعمل المشروع؟ مالناش دعوه، يبقى احنا مركزين على الفعل نفسه او المشروع نفسه. زي ما اقول برضه a new bridge will be built، هيتبني. طيب احنا مركزين على الجسر ولا مين هيبنيه؟ مالناش دعوه مين هيبنيه. تمام. طيب. طيب بعديها وليكن the results، النتائج will be announced. طب مين اللي هيعلنها؟ ماليش دعوه. خلاص كده. مين هيعلنها ايه؟ ماليش دعوه. يبقى بركز على الفيرب، الحدث نفسه. تمام كده. تمام. طيب لحد كده في اي مشكله في الزمن نفسه؟ بركز على مين؟ يبقى هو ويل وبي والتصريف الثالث، التكوين بتاعه ويل وبي والتصريف الثالث. التصريف الثالث الفعل اللي هو ايه؟ زي build built built steal stole stolen. تمام. اللي هي الافعال اللي الشاذه تتحفظ واللي فيها ايدي هتفضل فيها ايدي. طيب الحاضر بقى التام المجهول، البريزنت بيرفكت باسيف. ايه البريزنت بيرفكت باسيف؟
برضو بركز فين على ايه؟ بركز على الحدث الفعل نفسه. تمام. يبقى هاز بيتكون من هاز وهاف والتصريف الثالث للفعل. طيب، برضو بركز على مين؟ بسلط الضوء على مين؟ على الفعل، على الحدث نفسه او النتيجة نفسها. ده في اي باسف، خد بالك، في اي ايه؟ في اي باسف. طيب زي ما قلت the documents have been signed by the manager. يعني ايه؟ الوثائق have been signed. ممكن ما اقولش by the manager، انا ما يهمنيش مين هو اللي عمل الفعل، انما يهمني ايه؟ انها has been developed. سوري، has been signed. يعني ايه signed؟ اتوقعت عن طريق المدير، يعني الوثائق وقع عليها المدير. خلاص. by the manager ممكن احذفها، ممكن احذفها. طيب، نجيب جملة تانية. a new prototype. النموذج prototype يعني نموذج، خد بالك، has been developed. النموذج الجديد اتطور. هل هنا جاء قال طب يا يوسف باي كذا؟ ملناش دعوه. المهم مركز على النتيجه او مركز على الحدث او الفيرب اللي حصل. هاز وهاف وبين والتصريف التالت. يبقى بشير ان حاجه تم انجازها. ما بشيرش او بسلط الضوء على مين اللي قام بيها، ماليش دعوه. يوسف اللي عملها، علي، محمد، ايا كان، ماليش دعوه. المهم ايه؟ ان هاز وهاف وبين والتصريف التالت. طب فوق ويل وبي والتصريف التالت. يبقى ركز على الفعل. خلاص كده. The problem has been solved. باي علي، باي محمد، ماليش دعوه. المهم ان ايه؟ ان المشكله دي اتحلت. لحد كده في مشكله؟ هم. يوسف؟ مفيش. طيب الحمد لله كده كويس. طيب، صيغه النفي في اللغه الرسميه في عندنا حاجه اسمها صيغه نفي. يعني ايه صيغه نفي؟ اللي هي want. في الكلام الرسمي نتجنب استخدام الصيغ want. طيب نستخدم منها مين؟ has و have. طيب تعال نشوف المثال الفورمال والانفورمال. The project won't be finished on time. المشروع ايه؟ لن ينتهي منه في الوقت المحدد. دي صيغة غير رسمية. يبقى want صيغة ايه؟ مش رسمية. طب لو عايز صيغة رسمية، اقول the project will be finished. هيتم الانتهاء منه ايه؟ on time، في الوقت المحدد. يبقى want صيغة ايه؟ غير رسمية، عشان لما تبقى شايف want تقول ده دي صيغة غير رسمية. won't be. طيب will be not او will not be؟ لا، دي صيغة رسمية. خلاص كده. طيب، في بقى حاجة اسمها مقارنة بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول. يعني ايه برضو؟ المبني المعلوم حاجة اسمه معلوم يا يوسف. يعني معلوم اللي هو الاكتف، اللي هو انا عارف مين اللي عمل الفعل. يبقى معلوم مين عارف ايه؟ عارف اللي عمل الفعل. طب المجهول حتى لو مذكور انا ماليش دعوة بيه، حتى اسمه باسف، بركز فيه. قلنا على ايه؟ باسف في المجهول على الفعل. طب تعال نشوف الكلام ده. لما اقول the engineers will be ايه؟ سوري will design the project. المهندسين هيصمموا ايه؟ المنتج. تمام كده. طيب، عاوزين نقلبها يعني إيه؟ نخليها في المجهول. the project او the product will be designed. هيتم عن طريق مين؟ الانجينير. هل اقدر احذف دي؟ ليه هنا؟ عشان أنا قلت لك نركز على ايه؟ على الفعل او الحدث اللي تم. يبقى الفرق بين الباسيف والاكتف هنا ان الاكتف حاجه انا عارف مين اللي عمل كده، وما بركز على مين؟ بركز على اللي عمل الحاجه. طب المجهول بركز على الفعل اللي حصل، ايه اللي تم؟ ان البرودكت ايه؟ اتعمل له ديزاين، اللي هي كلمه ديزاين اساسه، حتى هو جايبها لك بالاسود اهو زي ما انت شايف. طيب the team has completed the task. الفريق اكمل مهمه. عايز اقول the task has been completed. بدل تبقى has نحط has وهاف وبين والتصريف التالت. بركز على مين؟ على المهمه نفسها تمت. في اي مشكله كده؟ اعتقد مفيش. هم. يبقى ده الباسيف في البريزنت بيرفكت، وفي الفيوتشر اللي هي will be والتصريف بتاعي will be finished will be done، ايا كان يعني. خلاص. want will want في الصيغه الرسميه الغير رسميه، و will be في الصيغه ايش؟ الرسميه. لحد كده فيه مشكله؟ مم. مفيش. طيب تمام. يبقى هنا جايب صيغتين، اللي هي will be اللي هي المستقبل، وصيغه البريزنت بيرفكت اللي هي will has وهاف وبين وبلانت. طيب، طالما شفت الصيغتين الباسيف خلاص اعرف ان هو مركز على الفعل، مركز على الحدث اللي حصل، ملوش دعوه بمين اللي عمل كده. ده معنى الباسيف فويس، عشان تبقى عارفه في كل، حتى في كل الايه، في كل القواعد يعني، مش في دول بس، في اي قواعد يعني، في الماضي التام، في قاعده المضارع البسيط، الماضي البسيط، المضارع التام المستمر، ايا كان يعني. هم دول ايه؟ الباسيف فويس. بركز على الفيرب او الحدث نفسه.
طيب لو احنا جبنا كده امثله عشان نحلها، يعني نحل الحاجات دي. خلينا نشوفها حتى من التحضير اللي انا محضره. اهو يعني المثال ده كده، عايزين نحطه في الباسيف فويس. هناخده هنا حتى، نعمل ايه، ونطبق عليه. طيب بيقول a new product tomorrow. اول حاجه tomorrow دي بتعبر عن مين؟ بتعبر عن المستقبل، يبقى the new product هيبقى ايه؟ هنعمل له تيست، هيكون تم التيست ليه، هنقول ايه؟ ها، will، هحلل لك واحده will be ايه؟ tested. هيكون ايه؟ تم عليه ايه؟ طبعا انا الاجابه شايفها، لكن والله انا مش واخد بالي ان الاجابه موجوده يعني. will be tested دي الاجابه يعني. طيب التانية دي innovation award زي ما انت شايف كده، او حتى موجوده هنا. طيب award بيقول هنا يا عمر ده innovation الاختراع، بس نجيبها من هنا عشان تكون بس واضحه، ده innovation award next weekend. يعني ايه؟ براءة الاختراع او جائزة الاختراع هتتعلن الاسبوع الجاي. next هتبقى ايه؟ will be ايه؟ will be ايه؟ will be announced، هيتم الاعلان عنها. دي فكرة مين؟ دي فكرة الباسيف في زمن طبعا الفيوتشر سامبل. تمام. طب لو عايزينها، انا هجيب لك مثال من عندي بقى للزمن ايه؟ البريزنت بيرفكت. طيب لما اقول مثلا يا يوسف the car، ماشي، او مثلا يعني ده تكنولوجي. احنا بنقول دلوقتي هنعمل برزنتيشن، احنا قلنا الاختراع. what do you want to innovate؟ هنقولنا سمارت فون. طيب التصميم ايه؟ 3D. ماشي. آه what does improve؟ هتزود ايه في التكنولوجيا، مثلا النانو، الكاميرا هتعمل فيها حاجة جديدة، يعني هتعمل ايه بالظبط؟ م. انا بالنسبة لي السبيد، السرعة، او البطارية. هعمل حاجة في البطارية. طيب what will you be successful innovation؟ ايه يعني ايه السبب ليه هيكون منتج رائع او ناجح؟ نقول ايه؟ هيكون ايه؟ long time battery، او لونج تايم باتري، هيبقى هيدي وقت طويل للايه، للبطاريه، مثلا بدل ما هي بتقعد يومين هتقعد ثلاثه او هتقعد اربعه. تمام. ده لو انت هتدي برزنتيشن عن الكلام اللي هو بيقوله يعني. واضحين كده هنعمل ايه؟ هم. يوسف لو مش سامعني طيب قول لي. سامعك ومعاك. طيب اوكي، عايزك بس تتفاعل معايا بس. طيب اللانجوج فوكس، نخلي بالنا بقى من الجزء الثاني. طيب في براكتس وبريبير. هنا بيقول لك ريد ذا انترفيو، ده انترفيو مقابله بين اتنين. انترفيو مستر جاسم وعبير بيقابلوا بعض، هيتكلموا مع بعض في حاجة. فيقول do the two men agree؟ هل الاتنين وافقوا؟ what makes a good entrepreneur؟ ايه اللي بيخليهم، يعني ايه اللي بيخليهم ان هم رياديين يعني؟ if not لو هم لا، what do they disagree؟ هم مش متفقين. قال no، وبناء على الكلام المحادثة اللي قالها one believes being of an entrepreneur a skill. واحد كده شايف يعني من كلامه ان هو معتقد او مؤمن بالريادة هي مهارة ومولودة مع الشخص. والتاني believe that anyone can do، التاني مؤمن انه اي حد يقدر يعمل كده. It's just hard work and dedication. عبارة عن ايه؟ هي بس ان انت هتشتغل على نفسك، او عمل جاد وتكريس لايه، لحياتك للحاجة دي وتقدر تعملها. يعني واحد شايفها انها مهارة والتاني شايفها لا، بالعمل الجاد. تمام. ده بناء على الكونفرزيشن. ممكن نقرا كده طيب؟ what exactly؟ اقرا اول فقرة، اول نص بس، اول فقرة. هم. يوسف
عايزك تمام يا تقرا مستر. اول فقره بس، اقرا هنا. وات اكزاكتلي از ان انتربرينوريال. انا عايزك تقرا اول نص بس، اول فقره هنا، وانا هكمل الباقي بس عشان نعرف الموضوع بيتكلم عن ايه. I think that when most people think of an entrepreneur, انتربرينور. entrepreneur, they think of the very famous ايوه. businessman and woman we see in the media. مم. uh, uh, على مهلك. مم. this men and women are pres مم. ار. على أي مهلك طيب. مم. are born with. مم. with an entrepreneurial spirit and natural ability. انت واقف فين طيب؟ مم. as as genius. sorry. genius مم. who have been business من مم. minute ايوه ماشي. minded a lost most since birth. birth and uh, well yes this type many people believe that مم. successful in مم. تمام. entrepreneurs ايوه are both with an entrepreneur تمام. euler entrepreneurial spirit and natural ability. هنا بيقول ايه طيب؟ بيقول لك what exactly is an entrepreneur. هو بيسأل مستر جاسم ده او جاسم بيسأل عن ايه؟ ايه اللي يقدر يخليك ان انت حد ريادي؟ فبيقول ايه؟ I think that when most people think is an entrepreneur, they think of uh, very famous businessmen. ان هم الناس المشهورين، يعني رجال الاعمال المشهورين and women we see in the media. والسيدات العامة المجتمع اللي احنا بنشوفهم في الميديا يعني. Then these men and women are presented as a genius. يعني بيقدموا نفسهم على انهم عباقرة يعني. who have been business minded. ان هم عندهم كده دماغ يعني حد open minded في البيزنس almost since birth، من ساعة ما اتولد يعني. while yes، بينما لا يعني بيقول نعم فعلا these people are entrepreneurs، هم رياديين this more than one. طيب هم اكتر من نوع واحد. many people believe that. ناس كتير بتعتقد، خلي بالك بقى، بيقول successful entrepreneurs. الناس اللي هم ايه ناجحين مالهم؟ او الانتربرينورز الرياديين في الاعمال are born with entrepreneur spirit. عندهم الروح او مولودين بالفطره ايه رياديين في الاعمال and nature ability، وعندهم الايه المكونات الطبيعيه دي، امكانيات طبيعيه. مستر جاسم بيقول، فبينا بيسال سؤال تاني بيقول what kinds of characters makes good entrepreneurs. يعني ايه الشخصيات اللي تخليك ايه يعني جيد قوي في موضوع الانتربرينور اللي هو ان هو يكون ريادي. بيقول well generally، على العموم، when people imagine an entrepreneur، الناس بتتخيل ان هو الريادي في الاعمال ده think of someone who can see business opportunities. Someone who is able to take risk، اللي هو بياخد مخاطرة او خطورة and lake fear. lake fear يعني عنده ايه فقدان للخوف يعني. and someone who is passionate، عنده الشغف about the idea، الافكار that will never give up، عمره ما هييأس منها يعني. they are confident، هم كفء. successful risk takers، بتكون المخاطرات بتاعتهم ناجحة. takers with a great ability to come up with amazing business ideas، عندهم أفكار مدهشة في البيزنس يعني. many people believe that. كتير من الناس شايفة ان هم الانتربرينوريال entrepreneurs successful are just born with this ability، هم مولودين بكده، عندي characteristic والشخصيات دي. however that is all not the case. مش هم نفس القضية كده. anyone can become entrepreneur if they put their mind to do it. يعني اي حد يقدر يبقى entrepreneur لو هو يحط في دماغه كده يعني. هو مستر جاسم شايف كده.
فيعني الراجل ده شاف كده. طب تعال نشوف عبير بتقول ايه. بيقول what's the difference between the businessman and the entrepreneur. entrepreneur عبير بيسأل بقى. قالت عبير an entrepreneur اللي هو الريادي في الأعمال بقى more creative innovative see the gaps see بيشوف الفجوات need والاحتياجات needs اللي هي الاحتياجات بتاع السوق يعني. and they are able to figure out وكمان يستكشف السوليوشن الايه الحل. they are more passionate and driven about business idea. they are prepared to take on many challenges to make it work. بتقول بقى however a businessman generally manage sorry a safe and established business. بيقدر يعمل business that is already set up. يقدر يبنيه or runs business that is not نيو ايديا او ما يقدرش يعني يكون عنده افكار جديده. they don't take the same risk. ما يقدرش ياخدوا نفس المخاطره and are not personally attached to success. وكمان ما يقدرش يبقى عندهم مرفقات او يرفقوا الكلام ده عشان to success of the business ينجحوا العمل. طيب نشوف الرأي الأخير بتاعها. why can't people learn to entrepreneur. ليه الناس ما تقدرش تتعلم إنها تكون ريادية يعني. بتقول well I can only speak from my own experience. يعني أنا بتقول أنا أقدر